سلام عليكم. تخيل إنك نايم في خيمتك وسط التلج في درجة حرارة 30 تحت الصفر، أنت وأصحابك دافيانين ونايمين في أمان الله، وفجأة يحصل حاجة تخليك تقطع الخيمة بسكينة من جوه وتخرج تجري حافي بهدومك الداخلية بس وسط العاصفة التلجية. أنت مش بتجري عشان بردان، أنت بتجري عشان الشيء اللي دخل عليكم الخيمة أرعبكم لدرجة إن الموت من البرد كان أرحم من مواجهته. الحكاية دي مش فيلم رعب، ده قضية حقيقية حيرت العالم من سنة 1959 لحد النهاردة. 9 طلاب جامعيين وخبراء في التزحلق وتسلق الجبال طلعوا رحلة ترفيهية ورجعوا تاس مشوهة، تاس فيها قصور بتشبه حوادث العربيات بس من غير كدمات خارجية. واحدة منهم لسانها طوع والتاني عينه مش موجودة وهدومهم عليها آثار إشعاع نووي. والأغرب إن المحققين السوفييت قفلوا القضية وكتبوا في التقرير الرسمي إن سبب الوفاة هو قوة طبيعية قهرية لا يمكن للبشر التغلب عليها. إيه هي القوة دي؟ هل هي انهيار ثلجي؟ ولا تجربة عسكرية سرية؟ ولا كائنات فضائية؟ ولا حتى رجل الجليد؟ أهلا بيكم وتعالى أحكي لكم عن لغز ممر دياتلوف. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ. الحكاية بتبدأ في يناير 1959. الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا كان في عز مجده، والشباب كانوا بيحبوا الرياضة والمغامرة. في جامعة الأورال التقنية اتكون فريق من 10 أشخاص، كلهم طلاب وخريجين، مستواهم في التزحلق وتسلق الجبال مستوى تاني، وكانوا رايحين الرحلة دي عشان ياخدوا شهادة المستوى الثالث، وده أعلى تصنيف في الاتحاد السوفيتي وقتها. القائد بتاعهم كان شاب عبقري اسمه إيجور دياتلوف، وعشان كده سموا الممر باسمه بعد الحادثة. شاب عمره 23 سنة بس كان قائد بالفطرة ومحبوب جدا وعنده خبرة كبيرة في الدروب الجبلية. الفريق كان مكون من 8 رجالة وبنتين، أبرزهم كان سايمون زولوتاريوف، وده أكبرهم سنا، كان عنده 38 سنة ومحارب قديم في الحرب العالمية التانية، وكان شخص غامض شوية. وانضم للفريق في آخر لحظة، وركز مع الاسم ده عشان هيكون مفتاح لغز كبير قدام. هدف الرحلة كان الوصول لقمة جبل اسمه وتورتن، والكلمة دي بلغة السكان الأصليين اللي هم قبيلة المنسي معناها لا تذهب إلى هناك، كأن الاسم كان تحذير ليهم بس هم ما سمعوش. مهم اتحركوا بالقطار وبعدين بالأتوبيس لحد ما وصلوا لآخر قرية مأهولة بالسكان اسمها فيزهاي، وهنا حصلت المعجزة لواحد منهم اللي هو الشاب العاشر واسمه يوري يودين. جاله ألم مفاجئ وشديد في ظهره وركبته وما قدرش يكمل الرحلة. سلم على أصحابه وحضن دياتلوف واداهم دبدوب لعبة كتميمة حظ، ورجع هو للبيت وما كانش يعرف إنه الشخص المحظوظ الوحيد اللي هيفضل عايش عشان يحكي القصة، وإن التسعة الباقيين رايحين لمصيرهم المحتوم. التسعة كملوا طريقهم، كانوا بيكتبوا يومياتهم كل يوم وبيصوروا صور كتير بالكاميرات اللي معاهم. الصور دي هي الدليل الوحيد اللي فاضل معاهم. الصور بتوريهم بيضحكوا بيهزروا بيعملوا خيام، والجو كان صعب بس هم كانوا مبسوطين. بس يوم 1 فبراير 1959 الجو قلب، عاصفة ثلجية والرؤية بقت معدومة. الفريق تاه شوية عن المسار، بس بدل ما يكملوا لقمة الجبل لقوا نفسهم على منحدر جبل تاني اسمه خولات سياخل، والاسم ده بلغة قبيلة المنسي معناه الحرفي جبل الموت. والساعة كانت 5 المغرب والدنيا ضلمت ودرجة الحرارة وصلت ل30 تحت الصفر. دياتلوف قرر قرار غريب جدا، بدل ما ينزلوا ل1.5 كيلومتر بس لتحت عند الغابة عشان يحتموا بالأشجار من الرياح، قرر إنهم ينسبوا الخيمة في مكان مكشوف تماما على سفح الجبل. هل كان عايز يتدرب على التخييم في العراء ولا كان خايف من حاجة مستخبية في الغابة تحت؟ نصبوا الخيمة الكبيرة بتاعتهم وتعشوا وقلعوا جزمهم التقيلة ولبسوا شرابات صوف واستعدوا للنوم. الصور الأخيرة اللي في الكاميرا
بتوريهم بيركبوا الخيمة الساعة 5 مساء. وبعد الصورة دي الزمن وقف ومحدش عارف إيه اللي حصل بالظبط في الساعات اللي بعدها. المفروض الفريق يبعت برقية يوم 12 فبراير إنهم وصلوا بالسلامة، بس يوم 12 عدى ويوم 15 عدى ومفيش أي خبر. الأهالي قلقوا والجامعة بدأت تتحرك، وفي يوم 20 فبراير الجيش والشرطة والمتطوعين بدأوا أكبر عملية بحث في تاريخ المنطقة بطيارات هليكوبتر. ويوم 26 فبراير طيار هليكوبتر لمح نقطة سودة صغيرة على وادي الجبل. لما نزلوا كانت الصدمة الأولى. الخيمة كانت نصها مدفون في التلج والنص التاني كان باين، لكن الغريب الخيمة كانت مقطوعة من الجنب. ولما الخبراء فحصوا القطعة دي اكتشفوا إن اتقطع من جوه. يعني الناس دي ما كانتش بتحاول تمنع حد يدخل، دول كانوا بيحاولوا يخرجوا بأي تمن وبأسرع وقت. جوه الخيمة لقوا كل حاجة زي ما هي، الجزم، الهدوم التقيلة، الأكل، الكاميرات، الفلوس، محدش خد معاه أي حاجة. تتبعوا آثار أقدام خارجة من الخيمة، والآثار كانت لناس ماشية حافية أو بشرابات بس، والآثار كانت ماشية بانتظام في الأول وبعدين اختفت عند بداية الغابة على بعد 1.5 كيلومتر. تحت شجرة أرز ضخمة لقوا أول جثتين، يوري دوريشينكو ويوري كريفونيشينكو. كانوا بملابسهم الداخلية بس، وكانوا نايمين جنب بقايا نار صغيرة حاولوا يولعوها. الأغرب إن إيديهم كانت محروقة وكانوا مكسرين فروع الشجرة لحد ارتفاع 5 متر. هل كانوا بيحاولوا يطلعوا الشجرة هربا من حاجة على الأرض، ولا كانوا بيحاولوا يشوفوا الخيمة من بعيد؟ وعلى الطريق بين الشجرة والخيمة لقوا 3 جثث تانيين، كان القائد إيجور دياتلوف والبنت زينايدا ورستم سلوبودين. وضع الجثث كان بيوحي إنهم كانوا بيزحفوا راجعين للخيمة وماتوا من البرد. لحد هنا القصة تبان إنها حادثة تجمد عادية، بس الرعب الحقيقي ظهر لما لقوا الأربعة الباقيين. الأربعة الباقيين كانوا مختفيين تماما وقعدوا يدوروا عليهم شهرين كاملين لحد شهر مايو لما التلج داب. لقوهم مدفونين في حفرة عميقة جوه الغابة تحت 4 متر من التلج. بس دي هي اللي قلبت القضية وحولتها للغز مرعب. نيكولاي سيبو برينويل جمجمته كانت مهمشة تماما، كأنه اتضرب بشاكوش حديد أو وقع من ارتفاع شاهق. البنت التانية ليودوميلا دوبينينا دي كانت الأبشع. لقوها رقع على ركبتها ووشها في الصخر، وضلوعها كانت مكسورة بطريقة غريبة كأن عربية نقل دست على صدرها. والأطباء قالوا إن القوة المطلوبة لكسر الضلوع بالشكل ده مستحيل تكون ضربة إنسان، دي قوة ضغط هايلة. والأفظع لسانها كان مقطوع من جدره ومختفي، وعينيها الاتنين مش موجودين، وشفايفها متشالة. أما الرجل الغامض سايمون زولوتاريوف هو كمان ضلوعه كانت مكسورة ومتدمرة وعينيه الاتنين مفقودة، وكان لابس كاميرا حوالين رقبته غير الكاميرات اللي سابوها في الخيمة، لكن الفيلم اللي فيها باظ من التلج. نيجي بقى لألكسندر كوليفاتوف، ده كانت رقبته ملوية بطريقة غريبة وحواجبه مش موجودة. والمفاجأة الكبرى لما فحصوا ملابسهم بأجهزة جيجر لقوا مستويات عالية جدا من الإشعاع النووي على هدوم 2 منهم. إشعاع إيه اللي جابه في جبل مخبوق؟ إيه اللي حصل بقى في الليلة دي؟ في أكتر من 75 نظرية، بس أنا هجيب لك أخطر 3 نظريات ممكن يفسروا اللي حصل. النظرية الأولى نظرية كرات النار والتجارب العسكرية. في نفس ليلة الحادثة سكان المنطقة ومتسلقين تانيين على بعد 50 كيلومتر بلغوا إنهم شافوا كرات برتقالية مضيئة في السماء فوق جبل الموت. النظرية بتقول إن الجيش السوفيتي كان بيجرب سلاح سري، ممكن يكون صاروخ أو لغم مظلي. الصاروخ ده انفجر فوقه، والصوت المرعب خلى الفريق يقطع الخيمة ويجري، والموجة الانفجارية
هي اللي كسرت ضلوعهم وجمجمتهم من غير ما تسيب أثر خارجي زي ما بيحصل في الانفجارات القوية. والإشعاع اللي على هدومهم هو بقايا وقود الصاروخ، وده يفسر ليه الحكومة قفلت المنطقة 3 سنين بعد الحادثة، وليه وشوش الجثث كانت لونها برتقاني غامق في الجنازة. أما النظرية التانية، نظرية انتقام قبيلة المنسي. نظرية بتقول إن جبل خولات سياخل اللي الفريق خيم عليه بيعتبر أرض مقدسة لسكان المنطقة الأصليين وهم قبيلة المنسي، والنظرية بتقول إن الطلاب دنسوا المكان المقدس ده، فالقبيلة قررت تنتقم وتقتلهم عشان يحموا آثار جبل الموت. لكن الحقيقة والتحقيقات الرسمية برأت المنسي تماما. ليه؟ أول حاجة لأن ما كانش فيه أي آثار أقدام تانية حوالين الخيمة غير آثار الطلاب التسعة. تاني حاجة، المنسي أصلا قبيلة مسالمة جدا، وكانوا بيساعدوا المحققين في البحث عن الجثث بكل إخلاص. والأهم من ده كله إن إصابات جثث تكسير الضلوع والجمجمة مستحيل يعملها بشر مهما كانت قوته من غير ما تسيب كدمات خارجية. نيجي بقى للنظرية الثالثة، وهي نظرية الكائنات الفضائية. أصحاب النظرية دي بيعتمدوا على شهادة ليف إيفانوف المحقق الرئيسي في القضية، اللي صرح بعد سنين طويلة إن الكرات البرتقانية المضيئة اللي شافوها في السماء ما كانتش صواريخ، كانت أطباق طايرة. وبيقولوا إن الكائنات دي عملت تجارب على الطلاب، وده يفسر ليه اللسان والعيون مفقودة بدقة جراحية، ويفسر وجود الإشعاع النووي على الهدوء. وكمان بيفسر ليه المحققين كتبوا جملة قوة قهرية لا يمكن للبشر التغلب عليها، كأنهم كانوا عارفين إن اللي حصل ده مش من صنع البشر، بس خافوا يقولوا الحقيقة. هل النظرية دي أثبتت علميا؟ مفيش دليل قاطع بيمسك فضائي في إيده، لكن بتظل النظرية دي هي الملاذ الأخير لكل اللي مش لاقيين تفسير منطقي لبشاعة الإصابات اللي حصلت في ليلة 1 فبراير المشؤومة. في جنازة الطلاب، أهاليهم لاحظوا إن بشرتهم كان لونها غامق وشعرهم لونهم رمادي، كأنهم شافوا أهوال خلتهم يعجزوا 50 سنة في ليلة واحدة. والقضية اتقفلت رسميا، والملفات اتحطت تحت بند سر للغاية لحد التسعينات، ولحد النهاردة ممر دياتلوف لسه لغز. عايز أعرف رأيكم في الكومنتات، شايفين أنهي نظرية فيهم الأصح والأقرب للمنطق؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. يا ريت تكون عجبتكم، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا قصصنا الجاية أول بأول. ولو بتشوفونا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة، وهستنى رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.